انا الماروك يعجبني في حاجه، المغرب يعجبني في حاجه. راها بانت الحكايه، وإلا راكم باغيين تعطيوهم لاكوب عطيوها لهم اخويا، وعلاش راكم كاع تعيونا وتعيو في لسانكم؟ في المستطيل الاخضر من طرف الحكام ومن طرف الاتحاد المغربي راشي مرتشله بالنسبه لي، لانه هذه هي دوره الرشاوي. جوارينا في بلادهم وهبطنا لهم العلام. اولمبيك اسفي اليوم نزل العالم الجزائري كثر ما هو منزل وكثر ما هو صغير، نزلوا لهم في قلب الجزائر. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل المهزلة اللي احنا ما بنشوفهاش ديت ما بيبقاش إلا لما يكون الجزائر مستضافة أي مباراة للمغرب. كاين صوالح والكولات راه بيدخلوا في كرة القدم. واش ديما غادي يوقع هادشي هذا فاش نلعبوا في الجزائر؟ ما يمكنش. السلام عليكم، هذه رسالة موجهة أولمبيك أسفي وخاصة الرئيس ديال أولمبيك أسفي. بغينا خويا تفسير، بغينا تفسير. هذا راه ماشي اي هاد التصويره هذه قلب عليها راه تلقاها. كيفاش هاد صاحبنا هذا ماهاش ترابو المغرب؟ الهواري فرحاني لاعب نادي اولمبيك اسفي اللاعب الجزائري نزل في الشوط الاول والعلم المغربي مش موجود على القميص بتاعه، رغم انه العلم المغربي موجود على جميع قمصان لاعبي اولمبيك اسفي. ها هو خوتنا هواري فرحاني، شوفوا مع خوتي مليح هذا فريق اولمبيك اسفي اللي لعب اليوم المقابله امام اتحاد العاصمه. كل اللاعبين يرتدون القميص فيه العلم المغربي الا هواري فرحاني اللي لعب بدون العلم المغربي، اتخذ قرار شخصي يعني فري راجل وفري زعيم. تخيل معايا واحد الاخبار كتروج الا كانت بصح فراه بزاف كنا شفنا هذا اللاعب هذا جزائري ظاهر ديال اولمبيك اسفي اليوم لعب الماتش بلا ما يدير الرايه ديال المغرب هنايا. اخوان راه اللاعب الكرغولي دار في الانستغرام ديالو هذا البوست هذا، دار هاد ستوري كيقول لك بانه هو ما ردش البال حيت كان مركز، واصحاب الامتعه هما اللي كانوا ما ردوش البال في هذاك التوني بحال هكاك ما فيش الرايه ديال المغرب. اطهر واشرف ناس وخلق بالعالم يعني اهل المغرب، الدرابو ديالهم في بلادهم وهبطناه ونزلناه. كاينين يعني رياضيين او فرق او انديه ومنتخبات كيرفعوا العلام ديالهم، العلام ديال بلادهم برا البلاد ديالهم. كنزلوا لهم في قلب الجزائر رغما عنهم، انهم قال لك اسيدي ما باغيش يرفعوا العلم المغربي، لكن ما كتشوف معنا في الصوره ما باغيش يرفعوا العلم المغربي. النهارده في اي بطوله افريقيه وهنتكلم بالراحه بيكون في 4 اعلام مرفوعه: علم الاتحاد الدولي، علم الاتحاد الافريقي، علم الدوله المستضيفه، علم الدوله الضيفه. النهارده شفنا علمين من 4 ونزلوا من العلم الجزائري على ارضهم وسط جمهورهم فقط علشان ما يرفعش العلم المغربي. سبحان الله. الحكام كلهم يصفرون الى اتجاه واحد. لما شفنا كره القدم تخيلوا معايا باش تضحي بالرايه ديال بلادك ما تطلعهاش باش ما تطلعش رايه ديال واحد البلاد واحده اخرى. راه سمحوا لي هادشي هذا راه الحمق. شنو نقول لك الله؟ واش هو لاعب ماشي اسفي ديال البرازيل؟ لاعب ماشي اسفي ديال هولندا؟ لاعب ماشي اسفي ديال فرنسا؟ جزائري مي كيلعب في المغرب، جزائري مي كيلعب في المغرب، ما الاخرين هازين كامل رايه المغرب. شنو هو فمك الله؟ الظلم التحكيمي اللي صرا في البارتيه اليوم تاع لياز مع اولمبيك اسفي كارثه باتم معنى الكلمه. كيشغل الاربيت دار البوسيبل تاعه باش ليزما اليوم ما تربحش. خوتنا فيريفيتا عاود فيريفيت وشفت باللي هواري فرحاني في المقابلات الاخرى كان يلبس القميص تاعو بالعالم المغربي، لكن اليوم امام ممثل الكره الجزائريه اتحاد العاصمه هاكم تشوفوا فيه خوتي ماهوش مدير العالم المغربي. عطاك الصحه وفري راجل وفري زعيم خويا العزيز. فاللاعب بيقول لك ان انا تداركت الموقف بين الشوطين واكتشفت انه القميص ما كنتش اعرف انه العلم المغربي موجود على القميص ديالي، فبين الشوطين انا بدلته ونزلت بقميص المغرب عادي جدا. وقدم اعتذاره في فيديو وقال انه المشكله عند اللي هو بيجهز الشنط وغرف خلع الملابس وكده، هو اللي ما حطليش القميص عليه علم المغرب، ولكن انا يعني الراجل طلع اعتذر بين الشوطين. ولكن الشوط الثاني مشى لبس الرايه ودار سيلفي مع اللاعبين ولا الجمهور ما كيهمناش. مي القضيه اكبر من هذا الشيء، قال لك يا سيدي تلقى اتصال هاتفي يقول العسكر باسرته الصغيره والكبيره، وقال بانه داركو الموقف في الشوط الثاني. وانت كرغولي بوحدك اللي التوني ديالك انت ما فيش، كون كتشوف شي واحد مغربي غنفهمها. اطهر واشرف ناس بالعالم وابن العراق اليوم يقول عاش المغرب. حنا المغاربه دخلنا لبلادهم وهبطنا لهم العلام. باش تعرف ان المغرب عنده وزن، عنده هيبه، قيمه.
ورا نزلوا العالم ديالهم. عرفتي شنو هي باش تنزل العالم ديالك في بلادك؟ قمه الوقاحه كتبين على انك يعني صغير. فعلا المفروض الاعلام دي قدسيه، الاعلام دي تترفع، الواحد يتباهى ان علم بلده مرفوع والعلم النظيفه، الا عندهم هناك في كوكب لالا لازم العلم ينزل علشان العلم المغربي ما يظهرش. فعلا شيء غريب الواحد في البطولات الافريقيه، ولكن هو هل دوت يصح علشان ينزلوا العلم المغربي؟ مسؤولي اولمبيك اسفي قالوا لا مش هنلعب الا لما ينزل العلم الجزائري. تخيل معايا المباراة اللي غادي تلعب ديال اتحاد العاصمة مع اولمبيك اسفي، ها هما لاعبين هبطوا الراية ديال الجزائر وما داروش ديال المغرب غير باش ما يطلعوش الراية ديال المغرب في الجزائر. انا قلت ويلي هادشي هضره بزاف، ولكن فاش جيت شفت هادي عاوتاني راه بزاف. الا ما كانش راضي بالرايه ما يجيش يلعب في اولمبيك اسفي. هادشي اللي كنعرف، وكنتمنى من الرئيس ديال اولمبيك اسفي يخرجوا في السر حيت هو اللي عطى داك التوني بلا رايه. يعني كاين اتفاق اولي، كره في جهه والسياسه في جهه وكل حاجه في بلاصتها. هذه هي. باغي نسقسيك انا، كاين قانون انه كي تضرب الكره في يد الحكم والكره تمشي وتتماركا البيت اسكو يعاود يولي للفار؟ هذه جامي شفتها انا في البالون، جامي شفتها في لي ماتش، ما فهمتش. وزيدوا قولوا لي الله يفتح عليكم، قولوا لي حاجه واحده اخرى. هذه فوق اسكو ماشي بيلونتي؟ هذه بيلونتي ولا ماشي بيلونتي؟ هذه قالوا له الا دخلتي هاز الرايه ديال المروك في صدرك ما انت جزائري، ما حنا نعرفوك جزائري، ما يهش الرايه. يعني داك الحق التجاه الشنقريحه اللي جلس على القرعه بغى يلصقوا في الشعب الجزائري صحا. ولكن انت بوحدك هكذا قضيه فائنه. حنا دابا واش دابا غنبداو نديروا معاك تحقيق حنا؟ علاش عامل غرف خلع الملابس هيغلط في القميص ديالك انت بالذات، ولكن يعني تمام، يعني الراجل اعتذر، فتحت اي وضع سواء هو عمل ده بضغط ما عليه او عامل غرف خلع الملابس غلط في القميص دياله هو بس، ايا كان، بس في الاخر الراجل طلع اعتذر. وانا شفت في التعليقات مغاربه كتير متقبلين اعتذاره وقابلين اعتذاره. لاعبين برا الدرابو ديالو غير باش ما يرفعوش الاعلام ديال المملكه المغربيه الشريفه. انك ضعيف شخصيا، ما تسمحش العالم ينزلوا لك شي واحد. ما هم مش عايزين يرفعوا العلم المغربي هناك، فقالوا لا، فضلوا ان ينزلوا العلم الجزائري ولا يطلعوا العلم المغربي. حاجه غريبه، حاجه صعبه، حاجه ما شفتهاش قبل كده في العالم كله الا عندهم هناك. تخيل معايا وفي بلاطو التحليلي ديال القناه الاولى الجزائريه، الا كان هادشي بصح، حيت انا عييت ما نقلب على الفيديو مازال ما لقيتوش، ولكن اللي كيبان هاد الصوره هادي اللي كتهضر غا على اتحاد العاصمه. بعدا اللي تاكدت منها هو الرايات هبطوهم بجوج ما كاينينش. الله يرحم والدي، حنا كنهضروا على كره، السياسه والمشاكل وداك الشد نقطع لك ديال بنان مبروش في عقلو خصها ما تكونش. حنا كنهضروا في كره، جايين نلعبوا كره. الجوار واسم راه لاعب الكره ولا لاعب الرجل تاع الجوار؟ واسم هنايا ماشي بيلونتي. هذه المشكله تعرفوا اسم هي المشكله اللي تخليك حاير، انه الاربيط ولا للفار وما احتسبهاش وعطى الصفره للجوار تاع اليازما. اسيدي كيشغل والله ما راكم رابحينه. تعجبت، وده اللي انا شفته، انه ليه غلط في قميصك انت بالذات، ولكن الراجل اعتذر، وفي مغاربه كتير في التعليقات تقبلوا اعتذاره. انه في حاله ما تدخل بالقميص فيه الرايه ديال المغرب راه تقدر توصل بك القضيه لابعد مدى. وفي الشوط الثاني واش توسطات الكاف ولا ما شنو كان وقع وهو يدخل بالقميص، لانه صح عليه خصو يلبس القميص فيه الرايه ديال المغرب، صح عليه وصح على النظام الجزائري، وصح على شنقريحه البوال، وصح على تبو العطاي، وصح على الشياته والعطايه والشكامه والنحاسه ديال النظام الجزائري. حنا كنفضحوا نوريو شنو كاين، كنوريو الشعب باش يشوف الشعب شنو كاين. اذا باش تعرف انك لا وزن ولا هيبه ولا قيمه، زريبه. ولكن مادام انك نباطحتي القرار ديال اولمبيك اسفي، يعني انت مادام انك قدرتي تنزل العالم ديالك قادر دير اي حاجه في بلادك عادي. فاللاعب محترف فبيلبس تيشيرت نادي اولمبيك اسفي وتلقائي عليه العلم المغربي. هو العلم ده جزء من الفانيلا زي شعار نادي الزمالك، ده شعار المملكه المغربيه. سيبكم من الخريطه، انا مش بتكلم دلوقتي عن الخريطه، لا الخريطه موجوده كده انا بتكلم على العلم، علم عادي. علاش غايقول لك عاوتاني شي حداد ولا شي حاجه؟ 3 ايام داز، كاين شي حاجه اكثر من 3 ايام الله اعلم. المهم المباراه راه سالات ب0-0 ومازال كاين الاياب، وتحيد اتحاد العاصمه واقيلا 2 ديال الاهداف، وواحد الهدف كان فيه تسلل في الاخر، وكانت بطاقه حمراء للحارس. اليوم هذا الماتش هذا جمع ما بين اولمبيك اسفي وما بين اتحاد العاصمه، راه ما يمكنش نشوفوا بهذه اللعبه هذه. وكان طالب من الرئيس ديال اولمبيك اسفي بتفسير
اقرب وقت ممكن. فهمت انا هذا الاربيط المصري هذا الله اعلم مصري هذا، فهمت انا زعما نتايا كي داروا في هذه البارتيه قلنا باللي تكون نزيه، مي اخويا عمرو لك الجيب يبان لي. ايوا هذه هي. المهم هذه هي تعادل بطعم الخساره لاتحاد العاصمه في ذهاب نصف نهائي كاس الكاف امام اولمبيك اسفي. بلادك وصحة عليك نفرضوا عليك تهز الرايه ديال المغرب، ما كيهمنيش بينك وبين النظام ديالك، راك مع اولمبيك اسفي اذا كتمثل فريق مغربي في بطوله قاريه. بسالي هادي ملي كتقول زريبه يعني زريبه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. خونه وغتبقاو خونه. لا مسؤول قالوا له هتشيل، واضطر ان هو يخفي العلم المغربي او ينزعه باليد قبل المباراه. ده يجوز؟ هل الغضب اللي في الشارع المغربي دلوقتي من اللاعب بقى خلاص هم فضلوا ينزلوا العلم المغربي والعلم الجزائري؟ هننزل غنشوفوا شنو غادي يوقع في الايام. المهم راه ما غاديش تشوفوا هادشي هذا، غادي تشوفوا العالم الجزائري والعالم المغربي ورفريفان في المغرب عادي، وغادي تشوفوا بلاطو مغربي حاط اتحاد العاصمه مع اولمبيك اسفي عادي، حيت الجماهير ما تسكتش على هادشي من الاخر. وبيان سور من المستحيل من المستحيلات انه الياز ما غادي يربح في المغرب، هذه زعما كالرسمي وماشي نقطعوا الياز، كان تجي بالون قادر الياز ما يربح تما كيما ربح الجيش الملكي العام اللي داها. وبالتالي تما انت راك لاعب باسم المغرب وصحة عليك تلبس الرايه ديال المغرب في بلادك وصحة تلبسها. طب واللاعب تاع اولمبيك اسفي انت ليه داويت العلم؟ قالوا لك ايه؟ هددوك بايه؟ ما هنضطر نقول كده. الاتحاد الافريقي فين من الفضايح دي؟ الكارثه اللي بتحصل دي، وليه ما بيحصلش الكلام ده مع اي حاجه ثانيه الا المغرب؟ قوه المغرب هناك انها وقفت وما رضتش تلعب المباراه الا لما ينزل العلم بتاعهم كمان. هترفع علمي هرفع علمك. وشي ناس راه ديما نبقى نشوفوا هادشي هذا معاهم. عاشت المملكه المغربيه الشريفه، السبوعه فين ما كانوا. بيس.